السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الحلوين، كتاكيتنا الصغيرين، طلاب الصف الأول إعدادي دفعة 2025. معاكم مستر محمد دمراوي، أستاذ الدراسات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية. أولا كل عام وأنتم بخير بمرور شهر رمضان الكريم. كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير. جايين النهاردة حبيب قلبي وهنشرح معاك الوحدة التانية في الصف الأول الإعدادي. نزلنا على القناة بتاعتنا الدرس الأول والتاني وعملنا تلخيص للوحدة موجودة على القناة، ممكن ترجع حضرتك تراجع. بعد كده النهاردة هنتكلم على الوحدة التانية وهو محمد علي، ومعاه الدرس اللي بعديه خلفاء محمد علي. هناخد دلوقتي أول درس ويلا بينا. درسنا النهاردة حبيب قلبي اسمه الدور الحضاري لمصر في عهد محمد علي. قال لي دور الحضاري. ولما يقول لحضرتك حضارة هكلم حضرتك واقول لك الحضارة انا بتكلم عن قارة افريقيا. يبقى دور افريقيا الحضاري في قارة افريقيا في عهد محمد علي. هنتكلم عن مولد محمد علي، اتولد فين، وهنتكلم على اسباب توسعات محمد علي، وهنتكلم عن حملات محمد علي اللي هي حركة الاستكشافات، وهنتكلم على مظاهر النهضة، وهنتكلم على موقف الدول الأوروبية من توسعات محمد علي. بسم الله. درسنا النهاردة حبيب قلبي هبدأ محمد علي باشا. من هو محمد علي باشا؟ أين ولد؟ ولد محمد علي باشا في بلدة قولة في اليونان. واحد. يبقى أين ولد؟ قولة في اليونان. التحق بالجيش العثماني. ايه هو الجيش العثماني ده؟ الجيش اللي مسؤول عن الدولة العثمانية. طيب الراجل ده بدأ يجي مصر علشان خاطر يدافع ضد الاحتلالات، وخاصة الاحتلال الفرنسي. جاء إلى مصر على رأس فرقة عسكرية تعمل إيه؟ للمساهمة في التصدي. بتصدى لمين؟ قال لي تتصدى للحملة الفرنسية. المهم استقر في مصر وأصبح والي على مصر، يعني أصبح حاكم. والي يعني حاكم على مصر. يوم 13 مايو 1805، التاريخ اللي موجود عندك 1805. سنة 1805 عين محمد علي والي على مصر. طيب واجه محمد علي في بداية حكمه للعديد من التحديات والصعوبات والعواقب. ايوه، كل ما يمشي يقع في دقره، يقع تك تك تك، تحديات كتير جدا لغاية ما قدر محمد علي ان هو يتخلص منهم. ومن هنا هيبني مصر او نهضة مصر الحديثة. واجه محمد علي في البداية في حكمه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ولكن في النهاية نجح في التصدي لها. محمد علي أدرك التوجه نحو أفريقيا. قال اللي أنا عايز أتجه وأتوسع نحو أفريقيا. إشمعنى؟ أنا هتجه نحو أفريقيا عشان خاطر بعمل حركة كشوف، هبدأ أعمل كشوف واكتشف أشوف في إيه. ومن هنا أدرك محمد علي التوجه نحو أفريقيا. هيروح فين في أفريقيا بالظبط؟ قال لي هروح في السودان. فأرسل محمد علي العديد من الحملات الحربية، ومن هنا هيبدأ محمد علي حملات حربية وعسكرية واستكشافية، وهيبدأ محمد علي يستكشف في السودان لغاية ما وصل إلى منابع نهر النيل، وجعل طبعا عاصمة السودان الخرطوم. خدناها الترم الأولاني. طب ركز معايا ويلا بينا. أسباب توسعات محمد علي. محمد علي عنده كذا سبب. أول هدف اسمها أهداف سياسية. يعني إيه أهداف سياسية؟ كلمة سياسية حبيب قلبي يعني عبارة عن حروب. حروب، صح، برافو عليك. انا بحارب، انا عايز اوسع حدودي، عايز اعمل امبراطورية. فكان كل فكر محمد علي اللي هو يوسع الحدود بتاعته من مصر ينزل للسودان عشان يكون اكبر امبراطورية. فمن هنا توسع في تكوين امبراطورية عظيمة. وفكرة محمد علي اللي هو يتجه للسودان عشان يروح، كان ساعتها كان عندي المماليك، انا عندي الدولة العثمانية قضت على دولة المماليك في مصر، ففي مماليك فروا وراحوا السودان. يبقى كل هم محمد علي ان هو يروح السودان يتخلص من المماليك تماما. طيب ومن هنا محمد علي راح يقابل السودان، وراح يفتح السودان عشان خاطر يتخلص من المماليك التي فروا. اين فروا المماليك؟ فروا الى السودان، خوفا طبعا من تجمعهم وان هم يتحالفوا مع الانجليز ويرجعوا يهزموه تاني. فالراجل ده فكر الاول، كان المماليك موجودين في مصر،
المهم محمد علي قضوا على المماليك في مصر، فهياخدوا بعضهم ويطلعوا يجروا يروحوا السودان. مين اللي يطلع يجري وراهم؟ محمد علي. فمحمد علي لما يروح يجري وراهم كده عايز يتخلص منهم، عشان لو سابهم في السودان هيتحالفوا هم والانجليز ويرجعوا لمحمد علي يقضوا عليه. ومن هنا خوفا من تجمعهم وتحالفهم مع البريطانيين والعودة لاستعادة مصر مرة أخرى. فهمت اللعبة؟ فهمت اللعبة. ده بالنسبة للأهداف السياسية. تاني سبب عندي أو تاني أهداف اسمها أهداف عسكرية. ركز معايا. كان كل هم محمد علي اللي هو كان ليه حملات أو يتجه نحو الجنوب لمصر، وقلت لك الجنوب السودان. طيب ليه كان عايز يأمن حدوده هنا؟ عشان يسهل الدفاع عن مصر ضد التهديدات الخارجية. يعني ايه؟ يعني محمد علي عايز يأمن الجنوب، يعني عايز ينزل يأمن في السودان، أي عايز يستولى على السودان عشان يأمن الحدود بتاعته الجنوبية. طيب ونجح السودانيين حيث اشتهر طبعا في تجنيد السودانيين، والسودانيين طبعا اهتموا وكانوا وتميزوا بالقوة والشجاعة. يبقى محمد علي هنا كان عنده أهداف سياسية وأهداف عسكرية. طب الأهداف جغرافية يبقى الراجل ده عايز يعمل حركة اسمها حركة استكشاف، فاهتم محمد علي باستكشاف منابع نهر النيل والمناطق الاستوائية. طيب أهداف اقتصادية، يعني عايز فلوس، والفلوس هتيجي من حاجة اسمها الاستثمار. يعني أنا بستثمر الموارد الاقتصادية في السودان. يعني إيه؟ أنا عايز دلوقتي، شايف أنا عندي واحد جاري تمام عامل فرش كبير جدا، لا أنا عايز أروح بقى أشتري من عنده الكلام ده. طب بص، هيروح ياخد من السودان مواد خام، ولما أقول لك مواد خام هتكلم على مواد زي مثلا الذهب، الفضة، طبعا بتخش في الحلي، العاج، الصبغة والصمغ، كل الادوات اللي بتاخدوها اللي اسمها المواد الخام. طب نبص عليهم. اهداف الاقتصاديه استثمار الموارد الاقتصاديه في السودان مثل الذهب والعاج والصمغ العربي وغيره. والصمغ العربي ده في اشجار اسمها اشجار الصنط على فكره. محمد علي هيبدا بعديه يجي خلفائه، بس مش هتكلم عن خلفائه دلوقتي، انا هتكلم مين اللي جه بعد محمد علي في استكشافاته. حملات بعثها محمد علي لاستكشاف افريقيا. محمد علي هينادي ابنه، تعالى يا مين؟ تعالى يا اسماعيل يا باشا. اسماعيل باشا ده ابن محمد علي واحد. اسماعيل باشا ابن محمد علي. اصطحبت حملة اسماعيل باشا بعض من العلماء. انا دلوقتي رايح مكان معرفش فيه حد، هروح لوحدي؟ لا، هاخد حد من المنطقة امشي معاه، او هاخد واحد عارف المنطقة يمشيني. ليه؟ عشان هو ادرى بالمكان. فالخديوي اسماعيل اصطحب معاه مجموعة من العلماء المصريين والفرنسيين. مش بس كده، ليه اخدهم معاه؟ لاكتشاف منابع نهر النيل ويكتشف المناطق الاستوائية، ومن هنا الاكتشاف حتى وصل الى مدينة سنار. وقد سيطرت الحملة على عدة من المدن زي وادي حلفة، دنقلة، كروتي، مروي، بربرة، شندي، ومدن كتير جدا، ام درمان، كل ديت، وادي مدني، كل ديت مناطق سيطر عليها محمد علي وموجودين قدامنا على الخريطه. مش محمد علي اللي بعت ابنه، مين هو ابنه؟ الخديوي اسماعيل. يبقى اصطحب اسماعيل باشا علماء عشان ينزلوا يكتشفوا مناطق في السودان. حلو، وصلوا الى مدينه سنار وبعدها عده مدن. طيب بعد كده حمله محمد علي للسودان. محمد علي هنا هيروح يتجه الى السودان. محمد علي ليه راح السودان؟ وش معنى راح السودان وهيعمل ايه؟ ركز معايا واحده واحده. محمد علي قال انا هتجه للجنوب نحو السودان. اكيد ليه مصلحه، اكيد طبعا ليه مصلحه. يبقى كان كل فكر محمد علي ان هو يتجه يروح السودان، كل همه عشان في تحت ايه؟ مصلحه في الام تعيش نازل يجيبها. حلو. اول حاجه هيبحث عن المعادن، زي لسه قايل لك، ذهب، احجار، حديد، نحاس. فاذا راح محمد علي للسودان عشان خاطر يكتشف اول حاجه البحث عن المعادن والوصول. ونجح محمد علي في الوصول لمناجم الذهب، لسه قايل لك في مدينه دنقله، ودي مهمه جدا جدا جدا، دنقله. طيب نكمل. امر محمد علي بعد ما اكتشف المنابع او اكتشف مناجم الذهب، امر اللي هو يمنع تجاره الرقيق. ايه ده؟ دموره. ايه هو الرقيق؟ كلمه رقيق يعني عبيد.
كلمة رقيق يعني عبيد، لكي يمنع تجارة العبيد اللي هم الرقيق، ودي طبعا مجموعة عملية شراء والبشر طبعا كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري، يعني يشتغلوا غصب عنهم وحرمانهم من حرياتهم وحقوقهم. أنا بشتري واحد بشغله عندي عبد، أنت عبد تقعد تشتغل، دول كان اسمهم رقيق. منع محمد علي تجارة الرقيق. طيب يبقى أول حاجة محمد علي راح السودان سنة 1838 عشان يكتشف البحث عن المعادن، وقدر اللي هو يوصل لمناجم الذهب في مدينة دنقلة. طيب أمر محمد علي بمنع أو إلغاء تجارة الرقيق يعني العبيد. طيب ده كده كان أسباب اتجاه محمد علي إلى السودان. عندي رحلة واحد اسمه سليم بيك قبطان، ده جغرافي مصري وضابط، جغرافي مصري وضابط بحري. تاني، سليم بيك يا سليم انت عملت ايه؟ انا عملت 3 رحلات. سليم عمل كام رحلة؟ قام بارسال 3 رحلات. هي الرحلات دي هتروح فين؟ قال لي عند نهر النيل. عشان يكتشف ايه؟ قال لي لكي يكتشف منابع نهر النيل. طيب حتى وصل الى النيل الابيض بالقرب طبعا من المناطق الاستوائيه لغايه ما هنا عرف منابع نهر النيل، ولسه قايلين دلوقتي. هل قابله مشكله؟ وهي مشكله الجنادل. والجنادل هي كتله، بص معايا، كتله صخريه ضخمه تتعرض او موجوده في نص النهر. انا دلوقتي قدامي مثلا كرسي وعايز اعدي ومش عارف اطلع فوق الكرسي، هلف وارجع تاني. ودي كانت مشكله بتقابله في حركه الاستكشافات مثل الجنادل والشلالات، وعشان كده السفن مش عارفه تعدي، ما قدرش اللي هو يتوسع في الاستكشافات بتاعته بسبب الشلالات وبسبب الجنادل. بص معايا على الحته دي. ولكن عندي حلت الجنادل والشلالات دون تقدم طبعا سفن الرحلات، فعادت الى مدينة الخرطوم مرة تانية. والخرطوم هي المدينة بتاعة مين؟ عاصمة السودان. طيب مظاهر النهضة الحديثة، هنتكلم عن الإصلاح الإداري في السودان، هنتكلم عن التطورات العسكرية، تطورات عمرانية، إصلاحات قضائية وتعليم، والتطور الاقتصادي. هبدأ أول حاجة الإصلاحات الإدارية وركز معايا. 1. قام محمد علي بتطبيق نظام حديث، وده مهم جدا. النظام ده بيتكون عندي من 3 نقاط. طيب محمد علي أرسل أو إرساء الأمن في السودان. كلمة إرساء يعني إيه؟ يهدي الأمن في السودان إزاي؟ تعالى لما أقول لك. بعد إن كانت قبائل متفرقة، زمان كانت السودان تتكون من مجموعة من القبائل، منع القبائل وخلاها دولة مستقرة، فبدأ يعمل استقرار وتعيين واحد اسمه حكم دار في السودان. طيب يبقى محمد علي كان كل همه إرساء الأمن في السودان بعد إن كانت تتكون من قبائل متفرقة. تعيين واحد حكم دار للسودان وكانت له السلطة العسكرية، يبقى كانت سلطة الحكم دار سلطة عسكرية وسلطة مدنية. تاني، سلطة عسكرية والمدنية. وكان عندي حاجة اسمها ديوان، يعني وزارة زي وزارة الداخلية في مصر، دي موجودة دلوقتي. طيب وكان اسماعيل بن محمد علي هو أول من يشغل هذا المنصب اللي هو منصب وزير. طيب محمد علي قسم السودان إلى 7 مديريات. طيب محمد علي قسم مصر إلى 7 مديريات. الأول كانت اسمها دواوين. طيب نكمل. يبقى محمد علي كان كل همه يعمل إرساء للأمن فين؟ في السودان. طيب بعد إن كانت عبارة عن قبائل متفرقة، عين حكم دار كانت له سلطة عسكرية ومدنية، كان تبعا لديوان اللي هو الوزارة الداخلية في مصر، يعني كان هو المسؤول عنه في مصر. وكان اسماعيل بن محمد علي هو أول من يشغل هذه المنصب. محمد علي قسم مصر إلى 7 مديريات، لكل مديرية يتولى شؤون البلاد، لكل مديرية واحد بيرأسها اللي هو الحاكم دار السودان. قسم المديريات إلى أقسام معينة، على كل قسم ناظر. ومن هنا اهتم محمد علي بتطبيق القانون ونشر العدل، حيث قام محمد علي
بمحاكم، والمحكمة دي كان مجموعة من الموظفين. قام محمد علي بمحاكمة عدد كبير جدا 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 من الموظفين الموجودين في الدولة. اشمعنى؟ الناس دول عملوا ايه؟ قام محمد علي بمحاكمة عدد كتير من الناس ومصادرة أموالهم في الدولة. أكيد دول ناس في الدولة سرقوا فلوس الدولة، فعشان كده محمد علي هيحاكمهم. هقول له بسبب سوء إدارتهم واستغلال لمناصبهم. يعني محمد علي كان في السودان ناس ظالمة، يروح رايح مجمعهم ويروح رايح ايه؟ أخدهم. جمعهم وايه؟ وأخدهم. ودهم فين يا مستر؟ جمعهم وأخدهم ووداهم بص 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 المحكمة. ليه؟ عشان دول كانوا بيمثلوا قلق. فهمت؟ وكانوا ناس حرامية، فعشان كده قدر محمد علي اللي هو يتخلص منهم. طيب، التطور العسكري، ماذا فعل محمد علي في الجيش؟ أنشأ محمد علي جيش في السودان. حلو. حاميات عسكرية، مين اللي بيحمي؟ قال لي الجيش. طب حلو، فأنشأ محمد علي حاميات عسكرية. فقام محمد علي بإنشاء حمايات عسكرية. كلمة حماية يعني ناس بيحموا. فين؟ قال لي في السودان. والحمايات العسكرية بتعمل ايه؟ بتوفر الأمن والأمان. دول عبارة عن جنود مصرية، جنود سودانية، وعدد قليل من الأتراك العثمانيين. طيب، يعني محمد علي قسم الجيش وجاب جنة 3 حمايات من جنود السودان، جنود مصرية، وعدد قليل من الأتراك. وده الجيش أيام محمد علي استعداد الحرب. طب العمران، اهتم محمد علي بإنشاء بعض المدن. من أهم المدن، ودي طبعا كلنا عارفينها، وهي الخرطوم. مستر دمراوي، من هي الخرطوم؟ هي عاصمة السودان طبعا. فمن هنا مدينة الخرطوم وجعلها عاصمة السودان، وجعلها مقر للحكم ومعسكر للجيش. اشمعنى؟ خلاها عاصمة ومقر للحكم ومعسكر للجيش. عمل فيها ايه؟ ماذا فعل محمد علي في السودان في الخرطوم؟ اول حاجة بنى العديد من المباني الحكومية، وبنى مسجدين، وبنى مستشفى، وترسانة بحرية لصناعة السفن. تاني، بنى العديد من المباني الحكومية، بنى مسجدين، بنى مستشفى، بنى ترسانة، وبدأ يعمل ترسانة بحرية لصناعة السفن، وبدأ يبني العديد من المخازن والمصانع. فقام محمد علي بتطوير مدينة السودان، وخاصة هنا الخرطوم. راح السودان وجعل عاصمتها الخرطوم، والخرطوم هي عاصمة السودان. ثم بنى مدينة كسلا، ودي مهمة جدا طبعا. دي كانت منطقة عسكرية أقام فيها، خلي بالك من كلمة أقام فيها دي، تحصنات عسكرية. وجعل فيها جيش، يعني حماية عسكرية ثابتة. اشمعنى؟ خلى يأمن المدينة. وقد أدى ذلك إلى توجه السكان من المناطق المجاورة لإقامة فيها، وأصبحت من أهم المدن اللي موجودة في شرق دولة السودان. ليه؟ لأنها منطقة هادية خالية من الحروب، وفيها جيش، وفيها أمن وأمان. كسلة، ودي مهمة جدا جدا جدا. طيب، يبقى محمد علي اهتم بالمدن، عمل الخرطوم وخلاها عاصمة مقر للحكم وقاعدة عسكرية، بنى فيها العديد من المباني، وبدأ المباني الحكومية، وبدأ يهتم بترسانة بحرية لصناعة السفن، وبنى مسجدين ومستشفى، واهتم ببناء المخازن والمصانع. طيب، والمدينة التانية كسلة، ودي عمل فيها ايه يا مستر؟ قام فيها أبراج وقاع للتحصينات العسكرية، وجعل بها حامية عسكرية ثابتة مش بتتحرك عشان يأمن الحدود. وعشان كده الناس كانت بتهاجر من كل المناطق وبتيجي في المدينة دي عشان انها منطقة هادئة. طب الإصلاح القضائي، اهتم محمد علي بالإصلاحات القضائية. وكانت الأعراف هناك زمان كانوا بيتعاملوا، كان كل قبيلة كان ليها أحكامها خاصة. طيب، أنا قلت لك كانت مقسمة لمجموعة من القبائل. طيب، كانوا بيحكموا بالأحكام العرفية اللي ما بين القبائل. محمد علي قضى على كل ده ويعين قاضي. فمن هنا كانت الأعراف والتقاليد القبيلة اللي هي عبارة عن القبائل هي السائدة والمستخدمة في الفصل بين المنازعات ما بين الناس. لما كان بيحصل مشكلة مع واحد سوداني بيروحوا للقبيلة اللي هو موجود منها وبدأوا هم يحلوا المشكلة. محمد علي قال مفيش الكلام ده، خلاص مفيش منه. هتعمل ايه؟
اول حاجه انا ههتم بالقضاء، وبدا هنا محمد علي بدا يهتم بالقضاء ويعين، لسه قايل لك دلوقتي، تعيين قاضي في كل مديريه وكانت له سلطه محدوده. تاني محمد علي هنا هيبدا يعين قاضي في كل مديريه، يعني في كل محافظه، ومن هنا وكانت سلطته محدوده، مهمه جدا. وهيعين رئيس للقاضي اللي هو اللي بيراقب رئيس القاضي او رئيس القضاة، وده طبعا صاحب الحكم المطلق. يعني القاضي كانت محدودة، اما رئيس القضاة صاحب الحكم النهائي. ولكن بعد ذلك اهتم محمد علي بالتعليم، وبدأ محمد علي لما يهتم بالتعليم بدأ ينشئ الكتاتيب اللي هو الكتاب في جميع انحاء السودان. ايه الكتاب ده؟ زمان كنت بتلاقي الشيخ عندنا بيقعد في حلقة حبيبي، حلقة حواليه الطلاب بيبدأوا يقرأوا القرآن الكريم، فمن هنا لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وده أول حاجة عملها محمد علي في التعليم. محمد علي أنشأ بعض المدارس النظامية في المناطق الحضرية، وكلمة الحضرية يعني المناطق اللي فيها اللي هي مناطق المدن. محمد علي أرسل بعثات من السودان إلى مصر، بعت ناس من السودان يروحوا مصر. ليه؟ أكيد عشان يتعلموا، ومن هنا لتلقي العلم خاصة في المجالات العسكرية والمجالات الإدارية. خليك ماشي معايا واحدة واحدة. بيننا قام محمد علي بإنشاء الكتاتيب عشان يدربهم على القرآن الكريم والقراءة والكتابة. محمد علي أنشأ مدارس نظامية فين؟ قال لي في المناطق الحضرية. أرسل محمد علي بعثات من السودان يروحوا مصر عشان يتعلموا لكي يتلقوا العلم خاصة في المجالات العسكرية والمجالات الإدارية. أدى تمهيد محمد علي الطريق أو سهل الطريق بين مصر والسودان وتوطيد العلاقة ما بيننا وما بين بلاد السودان. وعلى فكرة كانوا بيروحوا الأزهر برضو بيتعلموا. النظام الاقتصادي، يعني هتكلم عن الاقتصادي زي الزراعة والتعدين والصناعة. بص حبيبي، قام محمد علي بالنهضة في الزراعة في السودان. إزاي؟ محمد علي هيبدأ يرسل، يعني ياخد فلاحين أو مزارعين سودانيين، أرسل مزارعين مصريين للتدريب السودان على أساليب الزراعة. هيبدأ يخلي المصريين يروحوا يعلموا السودانيين الزراعة. 2. اهتم بشؤون الري فأنشأ السواقي الساقية اللي بترفع المية وحفر قنوات الري. ومن هنا أدخل محمد علي زراعة بعض المحاصيل كالقطن وقصب السكر وبعض أشجار الفواكه. وده دليل إن اهتم محمد علي بالزراعة. اهتم بمشروعات الري، بنى السواقي. 1. أدخل زراعة حلو جديدة وأدخل محاصيل جديدة زي القطن وقصب السكر وزي لسه قايل لك دلوقتي أشجار الفواكه. اهتم محمد علي بالحيوانات، طالما عندي زراعة يبقى عندي ثروة حيوانية، تحسين الإنتاج الحيواني عشان يستفاد من اللحوم والألبان بتوعه، ومن هنا عشان يصدر بهدف تصدير الماشية، والماشية اللي هم الحيوانات. يعني محمد علي اهتم بالزراعة، وطالما اهتم بالزراعة هنتكلم عن اهتم بالمناطق التعدين والصناعة. طيب، حيث اهتم محمد علي لسه قايل لك في بداية درس بالبحث والتنقيب عن المعادن، يعني بدأ يروح يبحث عن المعادن كالحديد والذهب. بدأت بيه أول الحصة، فاكر. 2. أنشأ محمد علي عدة مصانع في مدينة الخرطوم. لسه قايلين إن محمد علي اهتم ببناء المصانع والمخازن، فقام محمد علي ببناء المصانع. طب أنا عايز أعرف بقى إيه هي المصانع دي؟ البتاع اللي أنت بتضرب بيه في رمضان ده، زي مصانع البارود. وبدأ يهتم بصناعة ترسانة بحرية. طب ليه يا عم الترسانة البحرية؟ لصناعة السفن. طيب، ومن هنا ترسانة لصناعة السفن، والتحق بها عمال وتشكيل طبعا الحديد وصناعته ولتجارة الأخشاب. بعد كده هنتكلم على النقطة وهي التجارة. اهتم محمد علي بالتجارة. يعني ايه اهتم بالتجارة؟ كان كل هم محمد علي عشان يخش في التجارة والمنافسة لازم يأمن تجارته بدل ما تتسرق. تأمين طرق التجارة، وكلف شيوخ القبائل بحمايتها. أنا دلوقتي راح تجارة في الصحراء، فماشي في الصحراء ممكن أتعرض للسرقة، فمن هنا محمد علي خلى شيخ القبيلة هو اللي يدافع عنها. طيب، وتطوير طبعا الملاحة النهرية، وكلمة ملاحة يعني تجارة النهرية. طيب، برضو مما جعل مدينة الخرطوم من أهم المحطات التجارية في قارة أفريقيا.
طيب موقف الدول الأوروبية، ودي آخر حاجة هنتكلم عنها في درس محمد علي. تحالفت الدول الأوروبية الكبرى مع السلطان العثماني لإيقاف توسعات محمد علي. الدول الأوروبية شافت إن محمد علي ده عمال بيوسع في حدوده، الراجل طايح عمال بيتوسع في حدوده، عشان كده الدولة العثمانية والدول الأوروبية اتحالفت مع بعض. ومن هنا كان كل همهم اللي هم يعملوا معاهدة اسمها معاهدة لندن سنة 1840، مما أدى إلى تخلي محمد علي عن معظم الأراضي التي حكمها في مصر. ومن هنا ولكن حصل محمد علي على في بعد ذلك أصدرنا فرمان تاني سنة 1841 هيعزل السلطان العثماني محمد علي من مصر، وهيوليه على السودان، وهيعين ابنه الأكبر من الذكور. وده يبقى الدرس الأولاني محمد علي. ومن هنا خلصنا أول درس. أشوفك على خير، متنساش لايك، اشتراك في القناة. أشوفك الحصة الجاية. سلام.